السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الاخبار يا جماعة؟ معاكم احمد عمران، اهلا بكم في فيديو جديد وسلسلة جديدة، وهي سلسلة خطط وتشكيلات انمي ابطال الكرة. طيب، شرح بسيط كده للسلسلة. ده موقع، تمام. هو الموقع بيشتغل للأمانة أفضل على الموبايل مش على الكمبيوتر. عموما هتلاقوا الرابط بتاعه في الوصف، ان شاء الله هحاول اضيفه، وفي تعليق مثبت كمان، بحيث ان انتوا تعملوا تشكيلات وتبعتوها لي. هو الموقع دوت تقدر تكون فيه اي تشكيلة انت عايزها. بتختار التشكيلة، عايزها مثلا 4-3-3، 4-4-2، 5-3-2، 3-4-3. في تشكيلات كتيرة جدا، تمام. والمميز هنا ان انت تقدروا تختاروا اللعيبة من الشخصيات بتاعت ابطال الكرة، سواء في الانمي او في الالعاب كمان، وتعملوا التشكيلة اللي انتوا شايفينها مميزة ليكم. ممكن بقى افكار كتير جدا تعملوها، افضل تشكيلة من وجهة نظركم، اسوأ تشكيلة من وجهة نظركم. تشكيلة لعيبة مثلا شعرها احمر، تشكيلة لعيبة شعرها ابيض، تشكيلة لعيبة شعرها اخضر، وهكذا بقى. تشكيلة لعيبة بتستخدم قوة النار فقط، قوة الجليد، تشكيلة لعيبة بتستخدم قوة الظلام، تشكيلة لعيبة اشرار. برضو انا هنا في الفيديو دوت جايب لكم افضل تشكيله من وجهه نظري. ان شاء الله هيبقى في السلسله ايه زي ما قلت لكم، هسيب لكم الرابط. ولو اي حد حابب يشارك ان شاء الله ممكن، يعني أنا النهارده بس تشكيله واحده بس، ممكن الفتره الجايه ونقيمها مع بعض وكده. يعني اللي حابب بقى بعد كده يشارك، ممكن بعد كده ايه ناخد 3 مثلا تشكيلات 4 تشكيلات على حسب بقى. هحاول اخلي الفيديو مثلا ايه من 5 ل10 دقايق مثلا على قد ما اقدر، تمام. فخلينا ايه نبتدي كده بالانترو مع بعض. طب يا شباب، ورجعت لكم مرة تانية. التشكيلة ديت طبعا بالنسبة لي أنا أحسن تشكيلة، أو ممكن نبدل اللعيبة بلعيبة تانية. دي بالنسبة لي وحسب رأيي الشخصي، تمام. أنا عاملها 4-3-3، وحاطط المدرب كميل أو كحيل، لأن مدرب كميل بصراحة أنا بحب دماغه جدا، الراجل دوت يعني. المهم، خلينا كده نبتدي بالدكة معانا، تمام. هنبتدي بالدكة وبعد كده نبتدي بالحراسة والدفاع والنص رو، تمام. أول واحد معانا في الدكة حارس احتياطي، هو حطه مع الأسف هاني، تمام. هاني طبعا أنا ضايفه في التشكيلة ديت عشان هو متميز يعني. مع الأسف هو الحارس الوحيد اللي عنده، غير المهارات الدفاعية اللي عنده تسديدة، تمام. هو عنده ميكس ماكس، عنده محارب ودرع محارب، وعنده كل حاجة. أنا مش فاكر عنده روح زي جالاكسي اللي هي في جالاكسي ديت ولا لأ، مش فاكر للأمانة. عشان صديقي ياسا عماد قال لي ما فيش، ما عندهوش روح، بس انا مش فاكر الصراحة. المهم هو يعني في الاغلب عنده تقريبا كل المهارات بتاعة حراسة المرمى، فعشان كده ضفته. تاني واحد معانا وهو فتى الادغال، او فتى الديناصورات، تورب. تورب مدافع قوي جدا، بيتمتع بالسرعة، بيتمتع بالخفة. هو الظهير الطائر حتى اللي جابوه في تشكيلة كرونو ستون، واصلا ممكن يتحط اساسي كمان في التشكيلة ديت. فعشان كده انا شايفه يستحق يبقى موجود معايا في التشكيلة. تاني شخصية معانا وهي زي ما انتم شايفين فران. فران قوتها طبعا دي من الفيلم بتاع ابطال الكرة او الحلقة الكروس اوفر. هي اساسا بنت قوتها مميزة في العالم، في الكون كله عندها قوة مش عند حد خالص. وشوفنا قد ايه هي قوية، والمحارب بتاعها قوي جدا، والتسديدة بتاعتها قوية جدا. ولولا ان هم قدروا يعقلوها ما كانش حد هيقدر يوقفها. طيب، الشخصية اللي بعدها اعتقد مفيش خلاف عليها، هاكاريو لازم يبقى موجود في التشكيلة. هاكاريو من افضل المهاجمين اللي في الانمي، شخصية هيبة وقوة، يعني قوية جدا. وبالنسبة لي الصراحة أنا شايفه أقوى من شو كمان. وبرضه انتوا تقدروا تحكموا بنفسكم يعني. في نص الملعب اللاعب العبقري حيان طبعا. حيان أنقذ الفرقة كتير، بيقدر يحرك اللعيبة في كل مركز، وغير كده عنده مهارات كويسة جدا. طيب، حراسة، نيجي بقى للتشكيلة الأساسية. أنا عاملها 4-3-3. حراسة المرمى طبعا متوقعة عامر، تمام. مفيش كلام كتير يتقال عن عامر.
فنخش طبعا. في ناس ممكن تختار ما بين عامر وهاني، وتخير ما بين هاني ومثلا وتيسير. تمام. نيجي في مركز قلوب الدفاع، عندنا كيناكو وعندنا امير. انا شايف ان هم افضل اتنين اقوياء جدا. كانوا مهمين، وحتى في كل الالعاب وفي الانمي كمان هم من افضل المدافعين في الانمي. في ناس برضه ممكن تختار جميل، بس جميل مشكلتي معاه ان هو بطيء شويه، انما الاتنين دول خفاف واقوياء، عندهم مهارات مراوغه ومحاربين. وكيناكو بالذات عندها تسديدات كتيره، وتسديده بعيده المدى، وتسديده قويه كمان. وغير كده هي اللي بتعمل ميكس ماكس مع التنين نفسه. نيجي على الزهرة، الظهير الأيسر، عندنا أكيد كازيمارو أو منصور أتوقع يعني هو أفضل ظهير موجود في الأنمي كله، مفيش حد زيه. حتى لعيبة الفرسان ما أتوقعش إن هو إيه، في حد جه زي منصور. يعني اللعيب سريع ومهاري وقائد كمان كده في نفسه، لعيب قوي يعني. في الناحية اليمين أنا حاطط فوبوكي أو جهاد. تمام. انا عارف ان في ناس ممكن يبقى عندها تحفظ في المركز دوت عند ناس كتير، لكن انا برأيي جهاد كمدافع هو كويس جدا برضو. هو ماشي، ما عندوش مشكلتي معاه، بس ايه، ان هو ما عندوش مهارة دفاعية تعمل بلوك للتسديدات، اللي هو يعني تتصدى للتسديدات او تعيد، يعني لو في تسديدة جاية عليه يرجعها وكده. بس جهاد عموما برضو لعيب قوي جدا في الدفاع، وبرضه ممكن تحطه هجوم. يعني هو سداد في كذا مركز، وكمان مستواه ومهارته عالية جدا، سواء سرعة او مهارة او خفة حركة، فهو يعني لعيب كويس جدا. نيجي عند خط الوسط، ثلاثي خط الوسط معانا بيان طبعا. بيان معاه اعتقد لازم يتحط. هو معاه كل انواع التسديدات حرفيا، والتصديات اللي اتعملت في الانمي واللي لسه ما اتعملتش. تمام. فبيان طبيعي يبقى موجود، لان هو ايه، تقدر تقول هو هيبقى العصب بتاع الفريق تقريبا، يعني لان هو معاه كل انواع التسديدات، وممكن يسد مهاجم او مدافع لو عايزين، او حارس مرمى كمان. ماشي. تاني واحد معانا في نص الملعب سيد، طبعا بعقليته وبخبرته الكبيرة في قيادة الفرق وعمل خطط، وكمان كشف التكتيكات بتاعة العدو. فسيد مفيش أذكى منه أعتقد. وكمان بعد الجزء الجديد بقى عنده تسديدة كمان فردية غير المهارات المزدوجة. أنا هنا بحط كله على بعض، ماشي، مش على جزء معين. فسيد بجد يعني برضو لعيب، اعتقد مفيش حد برضو يعني لا جدال عليه. واللعيب التالت برضو في نص الملعب نوساكا. نوساكا برضو لعيب عبقري، لعيب مهاري وذكي جدا، وعنده مهارات كتير، وهو زيه زي سيد كده، بيفهم في الخطط والتشكيلات، وهو كمان بيضيف خطط جديدة للفريق. فنوساكا برضو اتوقع مركزه مفيش جدال كبير عليه. نيجي عند ثلاثي خط الهجوم اللي انا من رأيي هو الافضل. نيجي على في الناحية الشمال او اليسار معانا على الوينج، يعني الجناح، زنارك. زنارك طبعا غني عن التعريف، لو ما شفتش جزء كرونستون اللي لسه هينزل، فهو لعيب قوي جدا، عنيف في لعبه، ويقدر لوحده كده ايه يعني يسد مكان فريق بحاله تقريبا يعني. هو لعيب قوي، وانا شايف ان مركزه هنا كويس جدا ويستحق. في ممكن تنزل هكاريو مكانه. عندي في خط الهجوم في راس الحربة، ما اعتقدش في جدال خالص على زين، المهاجم الافضل في الانمي كله. بالتسديدة الجديدة كمان اللي هي لاست ريزورت، اللي هي الملاذ الاخير، اضافت اضافة يعني هو اكتر ما هو جامد زودته جمدان. وفي اليمين طبعا عقاب او تسورجي او عقاب، طبعا هو برضو المهاجم الافضل في جزء الفرسان. يستحق جدا ان هو يبقى موجود في المركز المهاجم الاساسي في التشكيله بتاعتي بصراحه. بس طبعا حاطط شعار كرون ستورم زي ما انتم شايفين. دي الخطه بتاعتي، يا ريت تقيموها لي. لو حد عندكم يعني رأي تاني، عندكم لعيب مثلا قولوا لي ده مكان الشخصيه ديت هيبقى افضل. في شخصيات كتير طبعا ما قدرتش اضيفها، ما اقدرش اضيف كل انا الشخصيات، انا اخري زي ما انتم شايفين 15 لعيب بالاحتياطي. تمام. فطبعا في شخصيات من الالعاب الجديده، وفي شخصيات خاصه بالالعاب ما اتضافتش. فالاهم من رايي هو رايكم،
واستنوا ان شاء الله الحلقات الجاية اللي بجد عايزكم تعملوا تشكيلاتكم الخاصة وتضيفوها لي ونقيمها مع بعض في الفيديو الجاي ان شاء الله. الفيديو الجاي من التشكيلات برضو هضيف لكم تشكيلة، يعني لغاية ما نظبط كده كام تشكيلة هضيف انا برضو تشكيلة من عندي هتبقى خاصة بالشخصيات الشريرة اللي ظهرت في الانمي. تمام، وبس ده كان فيديو النهاردة في السلسلة كده، اتمنى تعجبكم، وشكرا جدا لكم على المشاهدة، وشكرا جدا لكم تاني على ال2000 مشترك. وبالمناسبة ياسا او منسا عماد نزل لي فيديو خاص بال2000 مشترك، كان نفسي ارفعه لكم على اليوتيوب لكن للأسف الشديد في حقوق نشر، فانا رفعته على الفيسبوك، يا ريت تشوفوه. هسيب لكم برضو رابط الفيديو في الوصف بتاع الفيديو، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي. السلام عليكم. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت، ولا تنسى تشيك على باقي فيديوهاتنا. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for relax. I've been flying from town to town.